كان يا ما كان بحاضر العصر والأوان، كان في شركة طيران وظائفها وجاهة ومضبة لابن فلان وفلان، وكل ما كبرت بتزيد قيمة المركز بالقبان. وفجأة بين فهلوة وشطارة اجى للشركة رئيس مجلس إدارة اسمر وملظلظ ووجهه كله نظارة، كان مزرق ابنه بهالزمانات يوم كان مستلم وزارة. هالشاب كان منزوع الصلاحية وكل ما بده يتدخل يقولوا له شش ده اشتركنا الحشرية. لما اجى الوالد انفتحت طاقة السماء عليه وحطه مدير موارد بشرية، وصار يحكم ويرسم ويفصل ويعين تا سوى الناقل الوطني معميتشية. وبمين بلش يا ترى؟ بشاب ثاني برضو ابن مسؤول، أبوه كان بيداوم بالجنوب، كان متزنطر ومتجبر على الشاب الطيوب، وكيف ما يعمل مش محبوب. لا ترفيع لا تنفيع، المعاملة ناشفة والمنصب تقريبا معطوب، وليلة ما فيها ضوء قمر صار القضاء والقدر. أبو الشاب الثاني اللي كان مسؤول بالجنوب خبط لزق هب طب صار رئيس وزراء، ومن هون بلش أكل. أول ما قعد على الكرسي انتقم من اللي وبر ابنه هرى، وروح رئيس مجلس الإدارة وصار ينبش بالملفات اللي قدام واللي ورا، واللي تزنطر عبنه وقرف عيشته قص له جناحاته ونتف له ريشته، وصار ابن دولته ابن عز، مكتب وسكرتيرة وأثاث جديد بعد ما كان على الحيط يلز. فكركو خلصت القصة؟ لا وحياتكم واني أخو حصة، بكرة بيجي واحد غيره بيقلب الطاولة وبيصادر خيره، وبرجع ابن العز زيه زي غيره. قرصه داير، ابن الواصل واصل وابن الباير باير. شفتوا كيف الكفاءات والوظائف بالبلد موزعة؟ وهاي مثال بسيط على شلون بتندار المزرعة، اللي بيقاقي، اللي بيماوي، اللي بيبيض، واللي بيصيح وما حدا بيسمعه. شفتوا كيف الكفاءات والوظائف بالبلد موزعة؟ ابن الباشا باشا وابن المواطن معه. خروف إلك تماعي بس ممنوع تصير راعي، وعند الذبح يسعد لي لحمه ما أطرى وما أروعه. تستاهل طيارة لا طيارة شوية عليك، تستاهل طيارة لا طيارة شوية عليك، تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي، تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي. واللي خلاك ما يفهم يجي يوم تابع يندم، واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم، وما تسمع اللي يخدعك انت معلم، لا لا تسمع اللي يخدعك انت معلم.